عمرك سألتي نفسك هو ليه في ناس بتبدأ من تحت الصفر وتوصل للسما، وناس تانية عندها كل الإمكانيات وواقفة مكانها؟ ليه في بنت ظروفها كانت أصعب من الصخر وقدرت تكسره، وبنت تانية استسلمت من أول ألم؟ النهاردة أنا مش جاية أقولك نصايح من الكتب، أنا جاية أحكيلك الخلطة السرية اللي غيرت حياة ناس كتير، وقصص لو سمعتيها بجد حياتك مش هتبقى زي ما كانت قبل الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة هنا انزلي حالا اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان العيلة بتاعتنا تكبر بيكي، ويلا بينا ندخل في الحكاية. بص يا ست البنات، في قصة لبنت كانت عايشة في أوضة ضيقة جدا، حلمها الوحيد إنها تفتح بيزنس خاص بيها. الكل كان بيضحك عليها ويقول لها يا بنتي شوفي حالك، انتي لا معاكي شهادة ولا معاكي قرشين. البنت دي فضلت سنين بتسمع الكلام ده لحد ما صدقته فعلا، لحد ما في يوم شافت ست عجوزة بتبيع ورد في الشارع. الست دي كانت بتضحك رغم التعب. سألتها يا خالة انت ايه اللي مخليكي راضية كده؟ الست بأسلوب مصري قالت لها جملة واحدة: يا بنتي الرزق بيحب الخفية، والسمك اللي بتعافر هي اللي بتنجو من الشبكة. الجملة دي كانت القلم اللي فوقها. البنت دي بدأت ب100 جنيه بس، بدأت تعمل حاجات هاند ميد في بيتها وتبيعها لأصحابها. كانت بتطبق بالليل علشان تخلص الشغل، والكل لسه بيتريق. مرت سنة واتنين وتلاتة، النهاردة نفس ذات البنت عندها مصنع بتشتغل فيه مئات الستات اللي زيها. عارفة ايه الفرق بينها وبين اللي لسه بيشتكوا؟ انها بدأت. السر كله في كلمة ابدأي. احنا بنضيع عمرنا بنستنى الوقت المناسب، والوقت المناسب ده كذبة احنا اللي اخترعناه علشان نهرب من الخوف. مفيش وقت مناسب، في وقت انت اللي بتصنعيه. عايزة اقولك كمان ان الوجع اللي انت فيه دلوقتي والضغوط اللي عليكي هي دي اللي بتصنع منك نسخة اقوى. يعني عندك الألماس أصلا كان فحم، بس اتعرض لضغط وحرارة مش طبيعية لحد ما بقى أغلى حاجة في الدنيا. فلو انت دلوقتي حاسة بضغط، افرحي لأنك بتتحولي لألماظة. اوعي تسمحي لصوت الناس المحيطة إنه يدخل ودنك. الناس دي غالبا فشلوا في حياتهم وعايزينك تفشلي زيهم عشان يحسوا براحة. خليكي طرشة قدام أي حد بيقولك مش هتقدري. انت تقدري، ومعاكي رب القلوب اللي ما بيضيعش تعب حد ابدا. بص حواليكي هتلاقي قصص نجاح بدأت من مفيش، اللي بدأ بشنطة هدوم، واللي بدأت بفرن بوتاجاز قديم وفتحت مطبخ. مفيش حد أحسن منك في حاجة، هما بس كان عندهم طول نفس. والنجاح مش سباق مترو، النجاح ماراثون طويل. الشاطر هو اللي بيكمل للآخر حتى لو ماشي ببطء زي السلحفة. كل يوم الصبح بصي في المراية وقولي لنفسك أنا أستاهل أكون أحسن. حبي نفسك، اتعلمي تحبيها، بس مش حب غرور، الحب اللي يخليكي تبقوا منتجة لنفسك ولغيرك، واللي يخليكي تتحركي لقدام. قولي أنا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا، وما تقارنيش بدايتك بنهاية حد تاني. انت ليكي طريقتك وليكي حكايتك وليكي وقتك وليكي فرحتك اللي جاية في السكة بإذن الله. عايزة اقولك انك غالية قوي، وحلمك يستاهل انك تعافري عشانه. ما تناميش النهاردة الا وانت واخدة خطوة واحدة بس، مهما كانت صغيرة، تجاه اللي بتتمنيه. لو الفيديو ده لمس قلبك او حسيتي انه شجعك ولو 1%، اكتبيلي في التعليقات انا قدها، وخلينا نشجع بعض. وما تنسيش تشيري الفيديو ده لصاحبتك اللي محتاجة تسمع الكلام ده النهاردة، يمكن تكوني انت سبب في تغيير حياتها. وشكرا ليكي انك كملتوا الفيديو للآخر. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله على خير وفي احسن حال. سلام يا جميلة.